الآن أو 7 دقائق بالتحديد. وهؤلاء بسم الله ما شاء الله على الأسماء التي نشاهدها هي في الاحتياط، ومن دون شك هي الأخرى لديها ما تقدمه للمنتخب الوطني الجزائري. نعاود الاتصال بالزميل عبد العزيز بن سالم. عبد العزيز مساء الخير، أهلا مرحبا. شكرا لك الزميل يوسف رزيق. مشاهدينا الكرام أحبائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مباشرة، نشاهد فيها عروضا فنية للمنتخب الجزائري. دفاع الرأس الأخضر، قلت منتخب الرأس الأخضر منتخب يعتمد على التكتل الدفاعي، منتخب منسجم. بالموضوع مباشرة فرصة للمنتخب الجزائري. لو تركت عمورة، يراوغ عمورة، سرعة عمورة، مرور مرور مرور، وفرصة وأول ركنية في المباراة. كرة طويلة إلى الأمام، لاحظوا كان فيه سوء تفاهم بين لوبيز روبرتو وحنيات، وطلب للكرة خلف المساحات. كثير من الكرة يسيطر على خصمه، اعتماد كثيرا على الجهة اليسرى حيث الهجومي. قلت تقريبا 4-1. بعد خطأ من الحارس ما تزال الفرصة. هذا محرز، هذا محرز، عمورة الهدف الأول في الدقيقة 18 يعلنها السريع محمد الأمين عمورة، هدف أول في المباراة. فرحة جماهيرية كبيرة طبعا. خطأ لا يغتفر من الحارس برونو. هذه كرة على الترويض ولكن ضاعت على رياض محرز. الحكم المساعد يقول بأن الكرة تجاوزت الخط وبالتالي لا ركلة مرمى. محرز، عمورة وقويري، عمورة وقويري، ضاعت على قويري، ضاعت على أمين قويري. فرصة الهدف الثاني. لاحظنا التبادل الكروي 1-2. وسام عوار، المخالفة ترتكب على حسن، يتقدم حذاري من مرور جاميرو والتغطية رائعة. شوف كيف قطع المسافة تقريبا الشوط الثاني. التغطية من عيسى ماندي ممتاز إلى التماس. محرز ثم أمين قويري، ممتاز أمين في الاحتفال منذ بداية هذا الموسم. وهنا كرة في دار المدافعين من الإسلام باتجاه أمين قويري. قلت أولى من الضوء الفرنسي الممتاز. هجمة من الطرف الأيمن، حذاري من الكرة 18 بملعب 5 جويليا. وفاز الرأس الأخضر على الخضر ب3. الرأس الأخضر جاميرو البحث عن ساميدو، ولكن الكرة إلى ركلة مرمى. بتسوية كأس العالم نريد أن نشاهد منتخبا جزائريا. كرة والخطورة مستمرة. عوار الهدف له. يا سلام على هذه الكرة من أمين قويري، كاد أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. كرة عوار استقبلها إسلام سليماني، ولكن التغطية الدفاعية موجودين. ما زال إسلام يتألق على الملاعب. سجل ساميدو من الجهة اليمنى، ساميدو كرة داخل منطقة الجزاء حذاري، ولكن التغطية أيضا ممتازة. المضايقة بحثا عن رياض محرز. الآن رياض على من تسديدة قوية. رياض بحث عن الزاوية البعيدة، ولكن التمريرة كانت ممتازة من محمد الأمين عمورة على المقاس. الآن وسام عوار يا له من هدف ثاني رائع من حسام عوار الذي يسجل أول هدفه مع المنتخب. يا سلام على الهدف، ويا سلام على التمريرة، ويا لروعة التمريرة والهدف بذكاء كبير. عوار هنا التمريرة خلف المدافعين إلى حسام أو إلى رياض محرز. البحث عن رأسية.
الثالث للمنتخب. حسام عوار إذا يسجل الثالث للمنتخب الجزائري. انهيار دفاعي يلعب مع بعض منذ بداية المواجهة. الصافرة التونسية تعلن وتؤشر على مفيد. عوار بحثا عن اسلام، على راس اسلام. اعتقد انه ماندي كان في وضعيه تسلل مع بدايه اللقطه. اعتقد تسلل في المره الثانيه. عاد الحكم الى لقطه عيسى ماندي لانه وقت كوريا وايضا مانداز. تغيير جاءت في الشوط الثاني دلاله على المنتخب الجزائري سيطر على خصمه. هذه فرصه سريعه من عموره، سريعه. ضاعت على اسلام سليماني، فقد التوازن وبالقدم اليسرى يضيع فرصة الهدف الرابع. انطلاقة كانت رائعة من محمد الأمين. عمورة بسرعة داخل منطقة ممتاز، محاولة المرور، يا له من مرور البعث. الثالث يضيع من أمين كويري والحارس برود. أمين كويري الذي مر بشكل ممتاز، بينما هذه الفرصة وتصويبه. هدف أول، تصويبه بالقدم اليسرى وهدف أول للمنتخب الراس الأخضر بالقدم اليسرى. سجل اللاعب كوريا لاعب نادي رايو فايكانو الإسباني بتصويبة ممتازة باغتت. فاتح كاراغومروك التركي، بينما هنا أو رياض محرز كرة داخل من رياض عوار، ولكن هذه المرة ضاعت إلى ركنية. يقول الحكم التونسي محرز المالكي في الوقت الذي نشاهد من بين المميزات التي مانداز بالقدم اليسرى. العرضية داخل منطقة الجزاء والجزائري أمين كويري بحثا عن رياض ربما الهدف الرابع. راميز الهدف الرابع للمنتخب الجزائري، الثاني لراميز زروقي مع المنتخب الجزائري في 26 مباراة مع الخضر. راميز زروقي بطريقة خلقها أمين كويري وأيضا أمين عمورة ورياض إلى عطال تصويب هذه المرة بالقدم اليسرى على غير العادة. يوسف يصور، يفضل دخول منطقة الجزاء، المراوغة وركلة جزاء معنا. ركلة جزاء. يتقدم إسلام والهدف الخامس للمنتخب الجزائري. إسلام